خلينا كمان ناخذ غير واحد المقيطع يكون تقريبا في واحد دقيقة أو دقيقة ونص من الأستاذ شمس الصباح. السي بن طالب بقى معنا الله يرضي عليك، بغيتو يعطينا بعجالة يعني باش نخرجوا من هاد يعني من هاد النمطية أو يعني نغيروا جو النقاش على ديك المرحلة ديال تهجير المغاربة من الجزائر. يعني لو يعني وهو شاهد عيان على ما اظن، يعني اعطينا واحد النبذه صغيره عليها بحكم حنا جيل اللي ما عاشرناش هذيك الوقيته. تماما تماما، تبارك الله عليكم. واظن حتى السيد اللي انسحب، اذا كان انسحب ادم، لا يعرف هذه الحقيقه. أرى شيء مؤسف جدا، مؤسف جدا في التاريخ البشريه. 350 ألف مغربي ولدوا وعاشوا تحت الحكم الفرنسي في الجزائر. قامت الثورة وشارك فيها المغاربة الذين تواجدوا في الجزائر بطريقة رسمية، إقامة أنا أقول حق إنساني، ودافعوا عن البلاد، ولم يكونوا ينظرون المغاربة إلى أن هناك شيء اسمه الجزائر أو اسمه المغرب أو اسمه موريتانيا أو اسمه مصر. كانوا ينظرون أنه بلاد إسلام تواجه الكفرة هكذا. وأنا طفل صغير كنت أشعر بهذا، وكانت ثورة اسمها المجاهدين، الجهاد. باختصار شديد، الجزائر بمجرد ما استقلت 1962 قلبت سياستها، ووقع انقلاب على الحكومة الشرعية التي كانت لها علاقة جيدة مع المغرب. الحكومة التي انقلبت على النظام الشرعي صنعت عدوا وهو المغرب. هذا العدو يظل يزداد في عقولهم. السيد آدم اللي كان كيهضر معكم هو انتساب وولادة من طرف برنامج دراسي تعليمي مزور للتاريخ، وبالتالي فإن الأمر ماشي أمر ديال بوليساريو أو الشعب لتقرير المصير أبدا، هو حقد وكراهية لا مثيل لها في العالم من طرف الجزائر ضد المغرب. المطرودون 350 ألف ما ذنبهم؟ أي حقد هذا؟ أي كراهية؟ وطردوا في يوم عيد الأضحى المبارك. أسرتي أنا كنموذج أنا دخلت المغرب قبل عام، قبل الطرد هذا. والدي من الجزائر كان في الحج، كان في البقاع المقدسة، ووقع الطرد. رجع إلى بلاد الجزائر إلى داره، لم يجد في المطار من يستقبله، احتار في كيف أين عائلتي؟ وجد أن عائلته، أسرتي الأم وإخوتي، هذا غير مجرد مثال ونموذج. ماذا فعلوا مع أبي؟ سجنوا 3 أيام من البقاع المقدسة إلى السجن. لماذا؟ هذا الاب ديالك هذا غير شويه علينا، غير شويه هادشي اللي كتقول. هذا الاب ديالك كان في الحج، جا من لقى العائله تهزات تحيدات من. نعم جا والطرد كان الطرد ماشي الطرد لم يكن بشكل نظامي. الأمن الجزائري يدخل البيوت المغربية فيقولون للمغاربة أيا نوضو كوفيرتا وفاليزا، ما تهزوا حتى شي حاجة، ما ترفدوا والو، باللهجة الجزائرية ما ترفدوا والو، كوفيرتا وفاليزا هيا برا 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 برا، طلعوا الكار. غير بشويه علينا السي شمس الصباح. فهذا المقطع هذا، لانني كنعرف الاخوان، كاينين بزاف الاخوان اللي عندهم قنوات، فكانت مزيان انهم كيهزوا هذا، وهذا ميساج او نداء
أو رسالة إلى المشرق العربي، إلى الكويت، نعم. إلى السعودية، إلى لبنان، إلى نعم. مصر، إلى تونس، إلى ليبيا، إلى نعم. الإمارات العربية المتحدة، إلى نعم. قطر، إلى الشعب نعم. العربي والشعب المسلم الأبي. الآن نعم. نسمع الأخ شمس الصباح شاهد عيان، أبوه نعم. أو الأب ديالو كان بالديار المقدسة، فلما رجع إلى الجزائر. كمل لنا سي شمس الصباح. نعم. لما رجع الوالد إلى الجزائر الله يرحمه راه توفى، لم يجد من يستقبله في المطار. واش كتعرفوا راه الحجاج كينزلوا في المطار، شنو كيلقاو؟ العائلات ديالهم كيفرحوا بهم، كيتبركوا بهم، كيشوفوا الله هادو جاو كانوا في البقاع المقدسة، زاروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتبركوا بهم. الوالد لم يجد أحدا ما عدا ابن عم. ابن عم قال له واش كاين؟ فين ولادي؟ قل لي واش وقع شي حاجة في الدار لولادي؟ واش بهذه العبارة هذه واش ترتقت البوطاقة الغاز وتوفاهم الله؟ قال له لا 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 الحاج لا، راه غير واحد الحملة. شوف التعبير، شوف التعبير. قال له واحد الحملة راه دارت، راه بزاف المغاربة راه تهزوا، راه داوهم بالحدود المغنية الوجدة هكذا. صعق أبي. الله. توجه للإدارة، قال له شكون أنت؟ قال له أنا كنت في الحاجة كذا. وشنو كدير؟ أنا تاجر. أنت مروكي؟ على طول داروا معه تحقيق، التجارة ديالك شنو كدير كذا. داوها للحبس. والحبس أي حبس؟ سيلون، دهليز مع المجرمين، وتقهر بالتدخين ديال هذوك الناس اللي مصبرين 3 أيام. ديالو لو نزيد نحقق لك اكثر وندقق لك اكثر غادي تستغرب ما هذه المعامله، ما هذه المعامله. والله العظيم لن يفعلها اليهودي الصهيوني الذي نتبجح انه سنسترد منه فلسطين وسنحررها ونساعدها ظالمه او مظلومه. هذا كلام هراء، وهذا كلام فارغ فارغ فارغ. هذه الصورة اللي كنعطيك على الوالد ديالي وعلى أسرتي، هذه غير واحد القطرة في بحر. راه كامل تعرف الإخوان ديال السواسة، خوتنا السواسة معروفين بالتجارة في العالم، كانوا متواجدين في وهران بشكل ملحوظ وعندهم متاجر معروف. إخواننا السواسة معروفين بالتجارة. المدينة ديال وهران واحد المكان اسمه مدينة الجديدة. المدينة الجديدة تما كيكون مركز تجاري. الحوانت ديالهم في شارع معروف كلهم طردوا وصودرت أموالهم لكن بلاتي ومتاجرهم. شمس الدين كنقطعك مره، انا اللي كنتسائل دابا، يعني الاب ديالك في هذيك الوقيته اللي قدر يمشي للحج، يعني كان انسان ميسور، يعني مشى للحاج وجا، يعني انسان يعني انتم في المغرب، انتم دابا في المغرب ممتلكاتكم في الجزائر كاين شي حاجه؟ صودر متجر والدي، وصودر لنا مسكنان 2، وسكنا من طرف الإخوان الجزائريين اللي كانوا معنا في الحي. بالمناسبة راه ربما نحن المغاربة غالطين. راه في المقابلة ديالي السابقة قلت أخيرا ولينا نكتشفوا كما قال رحمه الله الحسن الثاني: يا ليت العالم يعرف مع من حشرنا الله في الجوار. هذا اللي كنحكي لك، هذه المأساة الإنسانية في ذاك الوقت راه ما تعطات لها الحق ديالها وما تأرختش. قد تكون أرخت بالمداد في الورق، ولكن لم تصور، لم تعرض. ماشي بحال اليوم. اليوم راه كاين وسائل التصوير، اي شخص يقدر ولكن انت شمس الصباح، اسمح لي ديما كنقطعك. تفضل. انا ما كرهتش حتى بن طالب، من بعد غادي نعطيه لانه كيدير التحليل النفسي. كيفاش كتحس انت دابا اليوم ان الجزائر هذه اللي كتنتقدنا حنا على التطبيع مع اليهود، كيفاش انت كتحس انت اللي مازال عندك هذه المعاناة يعني نفسية وكتحس بحقك مشى، كيفاش كتشوف الجزائر كتعلن على إعطاء تعويض لليهود الجزائريين؟ اليهود
الجزائريين كتعلن على واحد المبلغ المالي تعطيه لهم كتعويض، وانت الاب ديالك صودرت امواله وممتلكاته وطرد ابناؤه، يعني والتعرض لضرر مادي ومعنوي ونفسي. فينا هو الاسلام؟ هاد الناس عمرهم اتصلوا بكم على اساس التعويض، على اساس يعني شي حاجه من هذا القبيل اللي كتجمعنا الدم والاخوه والدين وهذا الشيء كامل اللي كيبقاو يعني واش عمر جاكم شي اتصال؟ عمر حتى نتوما غادي تعوضوا كما غيتعوضوا اليهود؟ اخي ياسر، راه كاين جمعيات مغربيه من المطرودين من الجزائر راهم كيقوموا بواحد الدور انه يعرفوا بهذا هذه الكارثه وهذه الواقعه، وكيحاولوا يتصلوا بمنظمات دوليه ومحاكم دوليه من اجل استرجاع الحقوق. ولكن انا لا اظن هذا ان يتم اطلاقا مع العقليه الجزائريه. راه اللي ما كنعرفوا شحال من المغاربه بعضهم، راه العقليه غريب غريب غريب. الاخت ناديه، الى عندك شي شهادات مع الاقارب ديالك ممكن تطلبي كاست وتطلعي معنا، مرحبا. يعني لان حنا سي شمس الدين، شمس الصباح، اسمح لي حيت كنقاطعك بزاف، يعني عندنا فراغ معلوماتي في هذه الناحيه هذه اللي كتضر في القلب، وما كرهناش نفتحوا المجال في هذه القضيه هذه. انا على كامل استعداد نحدثكم في هذا الامر هذا. نحدثكم راه تعرف ولا عندي السيده ديالي تكتب روايه يمكن تولي فيلم على هذه الحادثه اللي ماشي تتعلق بالوالد ديالي او بالاسره ديالي، لا، تتعلق بالمواطن المغربي وكرامته وشرفه ونضاله من اجل استقلال الجزائر. ان الامر لا يبكي. هذا هو. يعني ماذا تصنع لنا من نظام؟ نقول نظام تجاوز، وان كان انا كنشوف انه انا عشت في الجزائر وشفت المجتمع الجزائري، يعني ما كنبغيش نقيس ولا نجرح، لان الادب ديال المغاربه ما كنوصلش انه نوصف الشخص رغم انه شرير، ما كنبغيش نقولوها. لا نعامل بالمثل، ما كنبغيش نقولوها. ان المجتمع الجزائري يؤمن إيمانا قاطعا أن ما يقدمه التلفزيون الجزائري له وصحيفته وإعلامه ومدرسته والتاريخ المزور اللي كيقراوه يؤمنون به إيمانا لا تراجع فيه. يعني من الصعب جدا أنا نقول أن الأجيال اللي غادي تسمو فيها خير ربما لن يكون، ربما بعد قرن غادي يطلع واحد المجتمع جزائري إنساني يتآخى مع جيرانه. أما عن قولك أنه غادي يعوضوا اليهود، ذاك توددا وتقربا إلى إسرائيل من أجل كسبها إلى جانبها ضدا في المغرب. هذا هو. أنا الشيء اللي كنقول لك، أنا عشت، أنا إنسان درس ماشي، وعايشت، وعلاقتي مع الجزائريين راه كانت بيني وبينهم صداقة. ولكن أن يكون المغرب سيدا في هذه المنطقة هذه ما كيتقبلوهاش، ما كتجيهمش. ثم نزيد لك هذه راه الطرد للمغاربة تم بواحد الاخر، ماشي طرد فقط، نفي. تعرف شنو؟ كل شخص مغربي راشد، ماشي الاطفال ما عملوش معهم هكذاك، جميعهم بعد ما خرجوهم من ديورهم داوهم للمراكز ديال التسجيل. كنذكر في وهران واحد المكان اسمه شاطونيف، معروف من فرنسا، قلعه معروفه من فرنسا في وسط المدينه. تما كيسجنوا المجرمين، تما دخلوهم وصوروهم باللوحه ديال المدرسه، لاردواس بالفرنساوي كيقولها، لوحه المدرسه كيكتبوا عليها الرقم ديال الشخص ويتصور بها بالمواجهه ديال الوجه وبالجانب.
وكيكتبوا عليه بانه منفي. شنو كيبغاو يقولوا؟ يعني هذا المغربي اللي كنطردوه مستحيل يعاود يرجع عندنا باش يقلب على الممتلكات ديالو. احنا انا الوليد ديالي يعني متوسط الحال، كاين اللي مشاو لهم اراضي ومشات لهم متاجر، وكان المغاربه بعضهم ما كيعملش في الجزائر، كيعمل في اوروبا، يعمل في فرنسا، يعمل في بلجيكا، يعمل في المانيا، ويدخل عند اهله في وهران في الجزائر ويصرف العمله الصعبه في الجزائر. ما رحموش، طردوه.